عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملو كرواسون ساهل ماهل اقتصادي، مكونات موجودة في كل دار، حصيله روعة. يلا نبداو. بالنسبة للمكونات هنكيلو بصحفة ولا بكاس من غير ميزان. بالنسبة لي عملت بالصحفة، نعملو نص صحفة حليب وصحفة ما دافي، نسخنوهم مع بعضهم. نعملو 3 مغارف كبار سكر، مغرفة صغيرة فاني، 4 مغارف كبار زيت زيتونة ولا نباتي، مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة كبيرة خميرة خبز و3 صحافي ونص فرينة. نجمو نستعملو أقل. بالنسبة للتوريق نعملو 125 جرام زبدة بحرارة الغرفة، ما يقارب 3 مغارف كبار. ومن بعد ما خلطنا المكونات السائلة الكل مع بعضهم، نبداو نزيدو الفرينة بشوية بشوية، وكل مرة نخلطو حتى لين تتجانس هيك العجينة حصيلو وتولي لنا طرية سوبل. قد ما تكون طرية هكا وتتلصق شوية في الإيد، قد ما يجينا الكرواسون هشوش على الآخر. تو تلمت لي العجينة بالباهي. تو ما يبقى نخدمها هكا بطراف الصويبع من غير ما نعجنها برشا، ونحطها تتلاصق شوية في الإيد. تو وريتوها العجينة كيفاش هكا تلمت وتتلصق شوية في الإيد. تو باش نحطوها ترتاح حتى لين تخمر معنا. حصيلو كان الجو بارد تحب لها باب القليلة ساعة، وكان الجو دافي حتى نص ساعة تكفيها. من بعد ما تعديت عليها الساعة هاكي خمرت لي. تويك باش نرش عليها شوية فرينة وباش نهبطها على البلون دو ترافاي باش نبدأ نشكلها. تويك عملتها بودان. تو باش نقص على 7 كرات. باهي، بالنسبة للكرة الأولانية معناتها اللي باش تجي في الفاس الفوقانية لازمها تكون أكبر من الأخرين، والأخرين نعملوهم نفس المقاس. تو من بعد هكا ما دورتهم هكايا باش نغطيهم ونحطهم يرتاحوا من بعد رجي ونشكلهم. تو من بعد مرتاحوا بالباهي. تو باش نبدا ناخذ بالكعبورة
ونبدأ نحلها. ماذا بينا نرشوا ديما شوية فرينة ونحلوهم بالكعبورة حصيل، ولازمنا نحلوهم الكل باش من بعد يسهل علينا الخدمة. ومن بعد ما حليناهم الكل تو باش ناخذ الطبق متاعنا ونرشوا فيه كميه باهيه متاع فرينه، وباش نبداو نرميو بالعجينه كيف ما هكا محلوله. ومن بعد لكي نصبوا فيها الزبده نتاليوها بالباهي او كيا زبده انا ذوبتها، ومن بعد لكي عاودت رجعت بردتها باش تعطيني الطوع اني نخدم بها. تو باش ندهن الفاس متاعها كامله بالزبده ونرمي فوق العجينه الثانيه ونقعد هكايا نكملهم ال7 كورات. من بعد ما كملت عملتهم ال6 كرات وباش نرمي العجينة الفوقانية لازمها تكون أكبر منهم ونغلفها كاملة، معناتها نهبط الجناب الكل اللوطة ونحشيها ديما في القاعدة الأولانية، نحشيها بالباهي يعني اعتبارا نغلف فيها كاملة. وتويكايا باش نغلفها بابي بساشي اليمونتير وباش نحشيها في الفريجيدير ترتاح درجين اخرين باش الزبدة تكبش في بعضها. ومن بعد ما ارتاحت لي العجينة في الفريجيدير وبردت بالباهي تو باش نهبط على البلون دو ترافاي وباش نرش فرينة كمية باهية من الفرينة وباش نحلها بالباهي بريسك ليبيسور متاعها لازم يكون 3 مليمتر باش نشكلها. تويكا من بعد ما طلقتها بالباهي اهو ليبيسور كيف من هكا 3 مليمتر. تو باش نبدا نقصها بالطول بالعرض ومن بعديك كل ربع باش نقصه على 3 ولا على 4 كل حد كيفاش يحب الكبر متاعها. ومن بعد كما قصيتهم مثلثات تو باش ناخذ الاطراف متاعهم باش نعمل فيهم شق صغير. ومن بعد ليك باش نرمي في الاطراف متاعهم وين هيك الشق طابع شوكولاته صغير.
اللي عندكم حتى بيبي شوكولا، حتى ما تعملوا حتى شيء زيادة تجي بنينة بنينة على الاخر. تويكا باش ناخذ بالمثلث وندورو تدويره خفيفه من غير ما نقعد نجبد فيه، تدويره خفيفه كيف من هكا. والبوانت ومن بعد ليكا كي نحطوها في الطبق نحطو البوانت نتاعو من اللوطه باش كي يطيب كيما نقولوا ما تتشيعش الفوق، تقعد ديما شكلها سمحه. اوكي، ريتو الفيتاج متاعها كيفاش مورقه ظهر بالباهي. تو باش نكملهم الكل مع بعضهم ونحطهم في الطبق. تو كملت شكلتهم الكل هكا كيف ما تراو في الطبق. هذه الكميه اللي طيحي لي تجمو تعملوا حتى اصغر من هكا، زيد كيف من هكايا. وتو باش نغطيهم ونحطهم يرتاحوا ربيع ساعه. تويكا من بعد ما تعديت ربع ساعه ريتوهم كيفاش تنفخوا. تويكا باش ندهنهم باصفر عظمه وشويه حليب. باش ندهن كان الفاس الفوقانيه باش الفيتاج يصير يعني عندها اذا باش يهبط العظم في الفيتاج ماهيش باش تنفخي بالباهي ماهيش باش تتورق. باش نعمل في الفاس الفوقانيه وعندي سكر بني باش نرشو من فوق وبرا. واللي ما يحبش يعمل ما يعملش، اللي يحب يعمل جيجلان يجم يعمل، اللي عنده مكسرات زيد يجم يعمل، والا تحطوها هكا بلاش. تويكا من بعد ما كملت دهنتهم تو باش ندخلهم للفور على 180 درجة من اللوطة حتى يحمروا من بعد من فوق. من بعد ما تعديت ربع ساعة في الفور هذا شكلهم النهائي كيفاش ولاو. صدقوني رائع على الاخر، بنين وريحته ماهيش عادية. وهذا الشكل النهائي متاع الكرواسون متاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. بسلامة.